قتل المسلم سياسة في هذه الرسالة كلها تخليط وتخبيط عظيم. الجبهة الإسلامية المسلحة أو الجماعة الإسلامية المسلحة ليست جماعة المسلمين، ولكن مع ذلك يجوزون قتل من خرج من عندهم ولو لم يقاتلهم. قال ايش؟ سياسة. هذا وين في شرع الله؟ خلي الجماعة، خلي الدولة تذهب، ما عايزين دولة احنا، ولا نزهق نفسا واحدة بغير حق. نجوز قتل المسلمين سياسة، لا نريد الدولة الإسلامية، لا نريدها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم. زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. رواه البخاري من حديث ابن عمر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه حديث أيضا في صحيح البخاري قال: لزوال الدنيا أهون عند الله أو على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بسند صحيح. وروي باللفظ: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في مؤمن لأدخلهم الله النار. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. خالد بن دهقان أحد رواة الحديث قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاغتبط بقتله، قال: هم الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى ولا يستغفر الله. ولولا أني قد بلغني أن أبا قتادة قال وأصر على أنه لم يتراجع عن كلمة مما كتبها ما بدأت في هذا الموضوع، لأن الآن لم أعلم أن هنالك أخطاء تقع، ولكن أبو قتادة ما زال مصر على هذه الفتوى الخطيرة كما سماها، ووالله إنها لفتوى خطيرة زوال الدنيا أهون منها، لأن هي فتحت باب سفك الدم الحرام كما قلنا: ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل المسلم. أبو قتادة قال في أحد المؤتمرات في ويغن بشهود وعلى رؤوس الأشهاد: الأصل أن البيعة للجماعة بيعة خلافة، ومع ذلك خالفنا. ويقول: ويجوز أن يشترطوا على أن يقتلوا من خرج من عندهم. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا التخليط؟ بأي حق تقتل مسلم؟ هذه الرسالة من أسوأ ما وجد. هذه الرسالة تجوز قتل من خرج عن الجماعة بغير حق، وينزلون أحاديث الجماعة الكبرى جماعة المسلمين على أنفسهم، مع أن أحاديث الجماعة الكبرى في الحقيقة الذي تبين لنا ونحن نعترف بذلك، الذي تبين لنا أن المسلم ولو لم يبايع أمير المؤمنين لا يحل قتله حتى يبغي على جماعة المسلمين ويبغي على أمير المؤمنين، عندئذ يقاتل. من حمل علينا السلاح فليس منا. أما إذا اعتزلنا وألقى إلينا السلم ولم يقاتلنا فلم يجعل الله تبارك وتعالى لنا عليه سبيلا، لأنه مسلم، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله